تخيل لو في مشروع سري بيقدر يتحكم في المناخ، يعمل زلزال، عواصف، حرايق في أي مكان في العالم. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. الناس بتقول إن الليلة اللي اتعملت فيها أول تجربة من المشروع هارب هي الليلة اللي ممكن تكون بداية نهاية العالم. القصة بدأت في التسعينات في ألاسكا في أمريكا. أعلنت عن مشروع اسمه هارب. قالوا إنه مشروع علمي عشان يدرس الغلاف الجوي ويطور الاتصالات، لكن لما صور المشروع ظهرت والهوائيات الغريبة اللي شبه أسلحة عملاقة، ناس كتير بدأت تسأل هو ده بحث علمي فعلا ولا سلاح سري؟ الليلة اللي أعلنوا فيها عن أول تجربة كبيرة، ناس في المنطقة شافوا أضواء غريبة في السماء زي الشفق القطبي لكن بشكل مرعب. السماء اتلونت أزرق وأحمر، وسمعوا أصوات غريبة كأنها دبدبات تحت الأرض. بعد التجربة دي بفترة قصيرة بدأت كوارث طبيعية غريبة تحصل. زلزال في أماكن مش معتادة، فيضانات ضخمة وحرايق التهمت غابات كاملة. وده خلى نظريات المؤامرة تقول هرب مش بس بحث علمي، ده سلاح بيتحكم في المناخ. في علماء أكدوا إن المشروع ممكن فعلا يولد موجات كهرومغناطيسية قوية تغير الطقس، ولو خرجت عن السيطرة ممكن تدمر الكوكب بالكامل. الليلة اللي اتقال عليها بداية النهاية، بعض الصحف الأجنبية كتبت إن هارب عمل تجربة ممكن تسبب زلزال يبتلع مدينة كاملة. في ناس قالت إن اللي حصل في هايتي سنة 2010 سببه تجارب هارب، وفي اللي قالوا إن الأعاصير الغريبة اللي حصلت في أمريكا نفسها كانت نتيجة تشغيل النظام. لحد النهاردة محدش يعرف الحقيقة كاملة. هل هارب فعلا مجرد مشروع أبحاث ولا هو سلاح سري بيدمر العالم بهدوء؟ الليلة دي لحد دلوقتي ناس كتير شايفاها بداية نهاية العالم. انتوا شايفين ايه؟ هرب مجرد علم ولا مؤامرة حقيقية؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد.